دكتور مرسي في اداء سياسي كتير عليه علامات استفهام قد كده، وما عجبتناش، وكان ليه تصرفات قد كده، ولكن ده كله مش معناه الخيانه. ومع هذا عندما تقارن بين اداء دكتور مرسي وفي كلامه واداء السيسي، حقيقه محمد ابراهيم بشكره على تقرير عمله لنا دلوقتي، بشكره شكرا جزيلا على هذا التقرير. لما تقارن بين هذا الاداء وهذا الاداء وفكر هذا الرجل وهذا الرجل، ده يستحق ان احنا نقول لدكتور مرسي احنا اسفين يا صلاح. انتظره عشاقه ومريدوه كثيرا كي يتحدث إليهم، فلما تكلم أصابهم بالصدمة، فليس هذا هو الفارس الذي صنع منه الإعلام هالة ضخمة جعلهم يظنون أنه مهديهم المنتظر. عقدوا المقارنات بينه وبين الرئيس مرسي فخسر كل الرهانات. وتتعمل إجراءات لأن اللمبة دي تبقى موجودة في البيوت وبتتركب. نوظف الوقود النووي، الطاقة النووية في مجال إنتاج الكهرباء. المواطن المسؤول إنه يعرف إن اللمبة اللي بيركبها دي في الآخر ما يستقلش أبدا بأنها في الآخر هتزود بلده 4000 ميجا. المحطات التقليدية بالمازوت تتحول إلى غاز، والوقود النووي يستخدم بكفاءة وإتقان في محطات 4 مش واحدة بس. انت عارفه لو ال 25 مليون اسره دول وفروا رغيف في اليوم ب 25 مليون رغيف. وإن شاء الله لما نوصل بعد سنتين زي ما احنا ماشيين بزيادة وبركة ربنا علينا وعليكم، يبقى بنحقق أكتر من 80% من احتياجنا. بنستهدف في 4 سنين ما نستوردش قمح إن شاء الله. انه بس يقطع الرغيف 4/4 ويستخدمه كله. يجب أن يفصل الدقيق عن الإنتاج، لأن هناك سوق سوداء واصلة ما بين التوزيع وما بين الإنتاج الحقيقي والمستهلك. هذا أمر الحقيقة يحتاج إلى مراجعة دقيقة جدا، موضوع الدقيق بالذات ورغيف العيش. لو دفعت $10 في الشهر دي مساهمة، وممكن حضرتك تقولي لا أنا هدفع $100. وتعد هذه الزيادة الثانية منذ تولي الرئيس مرسي رئاسة البلاد، بعد أن رفعت الهيئة الرسوم على جميع أنواع السفن التي تعبر القناة بنسبة 3% خلال شهر مارس الماضي. وقالت الهيئة إنها اتخذت قرارها الأحدث لرفع الرسوم بعد دراسة آفاق نمو الاقتصاد وحركة التجارة العالمية. ولا حاجة 1000 عربية، ال1000 عربية دول تروح سوق العبور مثلا كمركز للكده، ويتم تدبير مواد غذائية لهم، خضروات وكلام من هذا القبيل، في عربية فيها تبريد بيسوقها رجل أو شاب وجنبه 2 بيساعدوا. وهذا المشروع سيحقق لمصر ما يقرب من 20 ضعف ما نحصل عليه من عائد قناة السويس، و1,000,000 فرصة عمل. أحترم وأقدر كل المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية بما فيه معاهدة السلام مع إسرائيل. نحن نحترم الاتفاقيات والعهود، ولا نتحرك لنقض العهود، ولكن على الطرف الآخر أيضا أن يحترم هذه الاتفاقية. اتفاقية السلام بيننا وبين الإسرائيليين خالفها الإسرائيليون على طول الوقت. وبرغم كل هذه السقطات التي تطيح بالسيسي من ذاكرة المصريين باعتباره المخلص ومنقذ مصر، إلا أن الإعلام وبعد أن بدت سوءة الرجل طفق يخصف عليه من أوراق زوره وبهتانه حتى يحميه. مش هتعتمد على كده، هتخش تركب له اللمبه. نعم.